تعرف ان اللبن اللي بنشربه كل يوم ممكن يكون السبب في هشاشة العظام، خصوصا بقى عند كبار السن. بس قبل ما تتنرفز وتتعصب اصبر هقول لك التفاصيل. من واحنا صغيرين بنسمع ان اللبن مفيد لصحه العظم بتاعنا، وان قله شربه غلط وممكن تعمل هشاشه في العظام. بس المفاجاه ان في ابحاث جديده اتنشرت بتربط كتر شرب اللبن بهشاشه العظام، خصوصا بقى عند كبار السن. الحليب البقري زي ما احنا عارفين غني بالكالسيوم والبروتين، ودي كلنا ما نقدرش ننكرها. بس الفكره هنا ان امتصاص الكالسيوم بيحتاج فيتامين دي معاه وحركه، يعني ما ينفعش نزود دخول الكالسيوم في الجسم من غير ما نزود قصاده فيتامين دي ونتحرك. لان لو مفيش حركه وتعرض للشمس ومفيش فيتامين دي مع دخول كالسيوم، كده الجسم هيبدا يعمل اللبن ده على انه بروتين حيواني زايد، ويبدا بطريقه ما كده مش لازم تعرفها يبدا يسحب الكالسيوم من العظم. فكده للاسف احنا بنعمل عكس الوظيفه اللي احنا عايزينها. ده غير كده في ناس عندهم حساسيه من السكر بتاع اللاكتوز اللي موجود اصلا في اللبن، ودي الحاله اللي بنقول عليها اللاكتوز انتوليرانس. يعني بمعنى اصح ان في مجموعه من الناس كده لو شربت لبن بيبدا يجي لهم التهابات وحساسيه ومشاكل هضميه، وطبعا بتبقى مصاحبه مع انتفاخات في القولون. فالناس اللي عندهم حساسيه من اللاكتوز بيبعدوا خالص عن اللبن. وفي البان دلوقتي بتتباع بيشيلوا منه اللاكتوز ويبقى لاكتوز فري، بس طبعا ما بتتقارنش خالص باللبن الطبيعي. اللبن الطبيعي فيه القيمه الغذائيه كلها. فالعبره هنا مش انك تمنع اللبن خالص، لكن تفهم جسمك عايز ايه بالظبط. فاشرب اللبن باعتدال وخد معاه فيتامين دي وتعرض للشمس، وطبعا لازم تمارس رياضه وتحرك جسمك كده، ما تفضلش قاعد في البيت وبس كده. قول لي بقى بعد اللي عرفته ده، هل هتكمل شربك اللبن يوميا ولا هتفكر وتعيد حساباتك؟ اكتب لي تحت في كومنت، واستناك فيديو جديد.